خلينا نبدأ في أول اللي هي الأم الضحية أو اللي بيسموها المعنفة. والأم دي بقى اللي هي الشخصية اللي بتتضرب وبتتهان، ورغم كل ده مستسلمة وعايشة وحزينة وكئيبة وبترثي حالها، بتفجر غضبها في الأقل منها والأضعف منها اللي هو أولادها. دي بقى بتطلع لنا إنسان أو بتربي إنسان ضعيف مغلوب على أمره مستسلم زيها، يا إما بتطلع شخص مستبد قوي بيستخدم فتوانته عشان يحمي نفسه أو خوفا من إن هو يكون زيها في يوم من الأيام. لما الطفل بيكبر يشوف أمه بتتضرب وتتهان ومستسلمة وعايشة حزينة، بتنمي جواه روح التمرد والاستخفاف بيها. يعني ممكن يوم من الأيام هو كمان يمد إيده عليها لأنه ما حسش إن أمه قوية في يوم من الأيام. كمان بيتحول بعد كده لمراهق معادي وخارج عن القانون، لان هي كانت بتمارس عليه الضرب والعنف هي كمان، لانها بتطلع مشاكلها وبتطلع كبتها ده فيه.